يعني التفكير بتاعكم لازم يكون نافع شويه. نافع ايه؟ انا عايز اكسب دنيا واخره. واحد يقول لك هو في كده؟ تكسب دنيا واخره. واحد مره لعن الدنيا امام سيدنا علي بن ابي طالب، فقال لا تلعن الدنيا، ولكن الدنيا دار صدق لمن صدقها، يعني هذه معبر جسر الاخره. فالدنيا حاجه كويسه ولا وحشه؟ حسب انت عايز تعمل ايه. فلو كانت هي دي معبرك للاخره للجنه، فلا ده هتبقى حاجه كويسه جدا. تخيل ان الوقت ده واحد يقول لك ايه السنه الدراسيه حلوه ولا وحشه؟ على حسب انت عايز تعمل ايه. اللي بيجيب امتياز في اخر السنه بتبقى بالنسبه له ايه؟ لا يتبقى منها الا لذه السنه، وكل سخافات السنه بتروح. ليه؟ لانه في النهايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى باشقى اهل الارض من اهل الجنه فيغمس غمسه في الجنه فيقول هل رايت شقاء قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى به انعم اهل الارض من اهل النار عياذا بالله ثم يغمس غمسه في النار فيقول الله عز وجل هل رايت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. فالشاهد ان هي المساله نسبيه. يعني ايه؟ لو انت اشتغلت بما يرضي، طب هو ايه ما يرضي الله عز وجل؟ الثلاث اسئله احنا الحمد لله الاجابات معروفه. احنا مطلوب مننا ايه؟ من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث. لو انا عملت دول ابقى حلو، هتبقى حلو قوي. خلاص يبقى انا المطلوب الاولويات عندي ايه؟ واحد الاجابه على دي.